السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو تاع اليوم هو يعني نصه راه مخدوم ديجا. المهم فيديو تاع اليوم هي الحريرة. وصفة تاع الحريرة. كاين اللي يعرف يخدم الحريرة، كاين اللي ما تصدقلهش، كل واحد وكيفاه. المهم انايا الحريرة هذه كنت ديجا خدمت معكم الطعام. هذيك الماركة تاع الطعام بقات لي بنينة طايبة باللحم بالخضرة وشابة، باينة بلي ما غاديش نقيسها. ندير لها نردها حريره ولا نردها شوربه. تاع اليوم رديتها حريره. رحت حاجه الاولى اللي درتها قلعت ديك القرفه ديك الكبابه ديك نجمه الارض الكرافس اللي كنت دايرتهم، خليت غير الخضره والحمص ونطحنهم. اما نطحنهم بالميكسير ولا نطحنهم بالطحانه التقليديه، كل وحده اللي متوفر عندها. انا صراحه داري نطحنها بالطحانه التقليديه، قليل وين نطحن بالميكسير كي نكون هاكا مقلقه ولا نمكسيها ونض من الطريق. بصح هي من الاحسن انا نبغي نطحنها بالهذيك التقليديه، تجي بنتها سبيسيال. اي حاجه تاع بكري تجي سبيسيال. المهم هاني وين غادي نطحنها ومن بعد نوريكم كيفاش جات. بعد ما طحنتها شوفوا جات خاطره ثقيله بزاف. ما غاديش نخليها انا كيما هكا، لا غادي ندير لها يا اما الا عندكم شويه مرقه زياده ديروا لها المرقه صافيه تكون بشرط، ولا ديروا لها الماء. انا كما كتشوفوا انا درت لها الماء بصح ما غادي تسماط ما والو، بالعكس تجي بنينه. درت لها الماء وراني منقص عليها الغاز ومخليتها تطبخ في خاطرها، ونروح انايا ندير لها صوالح لي زيبيسو كاع وتبعوا معايا اش غادي ندير لها. هيا وين درك انايا في الطقوليه هذه هي اللي تساعدني مع التشيشه وكاع تجي سوا. كاين يجي خفيفه يدير لها الفرينه مع التشيشه، انا لا مادام ثقيله ما نزيدش الفرينه، التشيشه تكفي بالغرض. نروح ندير نجيب شويه تاع قزبر، ماذا بيكم قزبر يكون جديد. الحريره تبغي القزبر يكون جديد، ندلها البنه. انا كان عندي في الفريغو استعملته ما عاديش نغسله ونستعمله، كتشوفوا فيه راه كبير وكاع بصح عادي غادي يعاود نقلعه. درت هذاك شويه تاع الجامبو. المرقه طايبه بالملح وطايبه، ما بغيتش نكثر. درت شويه تاع الجامبو حسبت على حساب هذاك الماء اللي زدته، ودرت كما راكم تشوفوا شويه تاع حروريه ماشي شويه راه بزاف. انا نبغي الحريره تكون حاره وخضرات مع التالي نزيد لها هذاك الجو تاع الحار. الفايده درت لها شويه تاع الحرور، ومن بعد نروح ندير لها شويه تاع راس الحانوت. راس الحانوت مهم في الحريره، سيرتو كيكون جديد وكاطع غادي متأمش عقلكم، غادي تجي بنينه. المهم راني نخلط وكما قلت لكم راني مخليه الغاز ناقص وراها غير بشويه عليها تكتك وتطبخ وتدي في هذيك البنه. ونخلط من تحت للفوق من تحت للفوق باش ما تلصقليش ما يسقليش تحت سيرتو كي الوقت اللي ندير لهاد الشيشه. ونروح نجيب سنينه تاع ثوم تكون صغيره ما تكونش كبيره بزاف باش ما تجيش بنة الثوم طاغية في الحريرة، تجي تدي الحريرة سوا. بنة الثوم ندير غير شوية يعني غير نرابي، إلا كان عندك السنة كانت عندك كبيرة قسميها بين زوج، نرابي ديك السنة الصغيرة تاع الثوم نديرها ونخليها تطبخ. هاهي راها طبخت، شوفوا كيفاش راها دير ديك الرغوة ولا ديك التخثر هذاك من الفوق. في هذا الوقت انا رحت جبت زوج مغارف تاع الشيشه كبار، غسلتهم صفيتهم وحطيتهم في الحريره. الشيشه نتي عينك ميزانك كما كنت تشوفوا الكميه انايا هذه درت فيها زوج مغارف جاتني سوا. نتيا مادام كي راكي ديري في الحريره كي توالفي فيها غادي تدي العبر وحدك، سيرتو كي تكوني في الدار باينه بلي حاجه اللي طيبي فيها غادي تدي فيها العبر. انا هاد الكميات درت لي زوج مغارف كبار تاع الشيشه، نقص عليها الغاز ونخليها تطبخ في خاطرها. ما نزيدهاش الغاز ونقعد كي نبغي نخلط من تحت كما راكم تشوفون، نجبد كلشي نرفد ونعاود نرد باش الشيشه ما تبقاليش مكوره تحت وتنحرق لي وتمد بنة المروريه في الحريره. هذه هي نخلطها مليح ونعاود نولي ساعه نخلطها حتى نشوفها طابت لي ديك الشيشه بيان سور، ونشوف الحريره ثقالت لي ودات هذاك الطقوليه اللي راني نحوس عليها. الحريره ما تجيش ميها ما تجيش هكا في هذاك الملا اللي قد تجي ثقيله يليق. المهم انا نخليها تطبخ كيما هكا ومن بعد نولي.
هاي الحريرة وينه راها طبخت، راها الله يبارك. شوفوا كيفاش ولت طابت الشيشة. قبل ما نطفي ب5 دقايق شوفوا زدت كروية. شوفوا على راس المغرفة الصغيرة تاع كروية، هذه قبل ما نطفي على الحريرة ب5 دقايق، يعني مازال النار شاعلة راكم تشوفوا. نزيد هذيك المغرفة الكروية، هذه مرحلة مهمة، هذه هي اللي تمد لك البنة النهائية تاع الحريرة، وهذا هو سر نجاح الحريرة. وجبت شويه معدنوس، انايا ما كانش عندي معدنوس جديد تاني، كان عندي غير في الفريكو، حكيته هكا بين يديا ودرته غير شويه. المعدنوس والكرويه نديروهم في التالي، في اخر مرحله نديرو المعدنوس والكرويه ونخلوها 5 دقائق ونطفوا الغاز. وشوفي سيداتي الحريرة راها وجدت. الى عندك الليم عصري فيها الليم تاني وخلطي وعاده ودي تقدمي. الحريرة تاعنا راها شابة، ريحتها ما تأمنوش عقلكم ما صابكم قدامي. بنتها شابة بزاف. الكروية والمعدنوس يمدولها واحد الذوق رائع رائع رائع. المهم هذه هي الحريرة، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتردوا لي خبر في لي كومونتير. حريرة يعني درتها لكم جزء من الحريرة، ان شاء الله من بعد نواصلوا في الجزء الثاني. تهلوا في رواحكم وسلام.